كده خلاص صفيته من الميه اللي انا كنت نقعاها فيها، وابدا بقى ان انا احضر الحشوه بتاعتي. معايا بقى البصل، طبعا انتوا عارفين بيبقى كله ني في ني. معايا بصل كده 4 بصلات، معايا قرنين فلفل حامي بقى او فلفل رومي عادي زي ما انتوا عاوزين. طماطم برضو مقطعه حوالي كده من 5 ل6 طماطميات كده. ومعايا الخضرة دي خضرة المحشي العادي اللي هي كزبرة وشبت وبقدونس. بقطعها رفيع خالص، وهبدأ بقى ان انا اضرب كده معايا حاجة حاجة في الكبة ليه؟ لان انا مش عاوزة ان انا اضربهم، ما ينفعش طبعا في الخلاط، لان انا مش عاوزة اضيف مية خالص. فاضربهم كده في الكبة، لو موجودة مش موجودة الكبة هبدأ ان انا ابشرهم كده بالمبشرة، او اقطعهم رفيع جدا. يعني اهم حاجة ان هو لو هتقطعيها تقطعيها رفيع جدا. انتوا شايفين الممبار طبعا بيبقى رفيع، فلازم الحشوة بتاعته تبقى مش حاجات كبيرة، يعني حاجات ينفع ان هي تتحشي جواه. فانا فرمت كده البصل خالص زي ما قلت لك كده. لو مش عاوزة تفرميه كده في الكبة تعمليه بالمبشرة. ومعايا برضو الطماطم، هبدأ ان انا بدل ما اقطعها كده حتت صغيرة او اعملها بالمبشرة، فهضربها كده ضربة برضو في الكبة كده، تبقى يعني زي اكنها مبشورة. زي ما انتوا شايفين كده اكني بشرها كده بالمبشرة. كده خلاص بقت جاهزة معايا. معايا بقى معايا رز الممبار بيبقى حسب كمية الممبار. يعني مثلا لو نص كيلو يبقى نص كيلو رز، لو كيلو ممبار الضاني بس. طبعا التاني بياخد رز كتير، لكن انا بتكلم عن الضاني. آه، لو نص كيلو زي ما قلت لك هياخد نص، لو كيلو هياخد كيلو حسب مقدار الممبار اللي انت جايباه. ضفت بقى عليه، وبحب طبعا الحاجه بتبقى كتير، يعني البصل بيبقى كتير كده بيديله طعم حلو، وكمان الخضره والطماطم زي ما انتم شايفين كده بيبقى حاجته كلها ني في ني، بيبقى طعمه خطير. طعمه بصراحه حاجه بعيد خالص عن المحشي بقى والمسبك وكده، لا حاجته بتبقى نيه في ني مش متعبه. حطينا كده معلقه كبيره ملح او معلقتين صغيرين، وحطينا معلقه من الكمون، ونص معلقة كده من البهارات، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. ومعايا بقى نص كوباية كبيرة من الزيت، يعني نص مج كده من الزيت. نبدأ بقى نقلب كله كده مع بعضه. اللي بيبقى كده المكونات كلها مع بعض. طبعا بنكون غاسلين الرز قبل كل حاجة. ببدأ أضيف عليه كده معلقتين من الصلصة. عندك صلصة البوريل جاهزة دي، أو عندك صلصة في الفريزر فرزوها، يعني تطلعي كده حوالي 3 معالق. وحطيت معلقة كده من البابريكا كده عليها شطة، حطيتها كده عشان تدي لون كده حلو. معايا بقى ايه البطل الحلقة بقى ده؟ ايه القمع. بطل الحلقة بتاعتنا القمع بقى ده بيخليكي تعمليه في ثواني، ما بتحسيش بأي تعب خالص. شوف بقى انت كنت بتحشيه ازاي بقى، اي طريقه انت بقى بتعملي بيها، بس انا بقول لك بصراحه ان القمع بقى ده سهل جدا. يعني خلاص بقى لو انت مستصعبه طريقه الممبار الضاني بتقولي لا مش هعمله، لا ده صعب بتاع، لا القمع بقى هيخليكي تجيبيه وتعمليه على طول لو انت بتحبيه. زي ما انتوا شايفين كده انا مسكت طرف الممبار، وهبدا ان انا آه هبدا ان انا كده اضيف بقى الرز كده فيه واحده واحده. اهم حاجه كده تمسكيه كده من تحت عشان ما يسيبش معاكي وانتي بتعملي. بس زي ما انتوا شايفين كده انا بس بدي سمك كده فوق، لان ايه انا مش عاوزاه يتزحلق كده مني وانا بعمل. بصوا زي ما انتوا شايفين الرز بقى بيبدأ ياخد الممبار وايه وينزل بيه واحدة واحدة كده، بيبقى طريقته سهلة. هبدأ امسك كده معلقة معايا، هوريكم برضو المعلقة هتعمليها ازاي عشان الرز ينزل بسهولة. طبعا هو في يعني مية الطماطم هتبقى مسهلة معاكي، مع الزيت اللي انت حطاه برضو هيبقى مسهل معاكي، فهينزل معاكي كده الرز كده بسهولة.
معايا معلقة، اهم حاجة يكون معاكي معلقة كده تكون نفس الحجم بتاع القمع من تحت، يعني لما تعملي بيها الرز تلاقي ان المعلقة بتنزل الرز حجم يعني كويس، ما تبقى رفيعة، مش المعلقة نفسها تخينة كده زي ما انتوا شايفين. ما هو زي ما انتوا شايفين كده الرز بينزل بسهولة معايا. زي ما قلت لكم كده انا ما بقطعهوش، انا بعمله بحجمه زي ما هو علشان ما يبقاش صعب معايا في الحشو. تبداي بقى تعملي ايه الخطوه المهمه عشان ما يفكش معاكي او ما يفرقعش معاكي في الميه. تبداي تدوسي عليه، انا مش عاوزاه الرز منتفخ فيه، لا انا عاوزاه مبطط، يعني عاوزه الممبار نفسه يبقى مبطط. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، يعني لو انت حشيتي نصها خلاص كده يبقى انت حشيتيها كلها. هتبداي بقى تنزلي الرز واحده 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 لحد لما تلاقيه ان هو خلاص كله بقى مليان رز، والممبار نفسه يبقى مبطط كده، مش منفوخ كده زي ما وريتكم، عشان الممبار ما يفرقعش معايا في الميه وتبقى خسرتي كل الرز اللي انت حطيتيه. فهو ما بياخدش رز كتير خالص، ممبار الضاني كمان ما بياخدش رز كتير خالص. زي ما قلت لك كده، لو نص كيلو هياخد نص رز، لو كيلو هياخد كيلو رز، ما بياخدش رز زي الممبار التاني. تمسكي كده طرف الممبار وتبدأي كده ان انتي تحطيه كده في القمع زي ما وريتكم كده، واحدة واحدة كده، وتبدأي ان انتي تعملي كده زي ما انتوا شايفين عشان ما يبدأش ان هو يزحلق معايا والرز بينزل منه. رز بقى بياخده ويبدأ ينزل بيه كده عشان تعملي الحجم كله بتاع الممبار زي ما وريتك كده من غير ما اقطعه. بص سهل جدا ازاي، زي ما قلت لكم كده. الممبار ده كمان اللي هو بيتعمل بيه اللي هو سجق اللحمه اللي احنا بنشتريه من عند الجزار. بيتعمل هو بيه برضو، بنعمله في البيت عادي. هعمله برضو فيديو كده معاكم واوريكم. بيبقى طريقته سهله زي ما انتم شايفين كده، زي ما بنعمل فيه الرز برضو بنعمل فيه اللحمه المفرومه بالتوابل بقى بالحاجه اللي بنحطها عليها، وبيبقى معانا سجق اللي احنا بنشتريه برضو من عند الجزار، هما بيعملوا بيه بقى السجق. زي ما انتم شايفين كده.